مشاهدينا الكرام كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. بدون مقدمات، الماتش الاول ديال العصبه الافريقيه، يونغ افريكانز والجيش الملكي. الماتش اللي تجرى في مدينه زنزبار بالديار التنزانيه. اذا الماتش اللي تلعب في ارضيه اللي صالحه لاي حاجه من غير كره القدم. اذا بلا ما نهضروا على التفاصيل ديال الارضيه والجمهور والتوقيت ديال الماتش، حنا مولفين في الاضغال الافريقيه، مولفين على هاد الماتشات. الماتش بدا، الجيش جيرات الميطه الاولى بالكواري طوال، بحكم الارضيه ما كتساعد باش تلعب كره في الارض. لي فار بداو لاعبين، جيراو بريمير ميطون، كلشي كان مزيان. وهداك في الدقيقه 57 كره وراء الظهر ديال دفاع الجيش الملكي، يونكس افريكان كيتمكنوا باش يماركيو الهدف الاول. مع كامل احتراماتي للمدرب ديال الجيش الملكي، ولكن لاعب كيونس عبد الحميد راه ما يمكنش للجيش تمشي بعيد في العصبه. ميساج للفريق الجيش الملكي بان الماتشات ديال العصبه راه ما تيتلعبوش، تيتربحوا. في الدقيقه 66 فريق الجيش الملكي كيماركي بيت صحيح 200%. كنتفاجئوا، الحكم كيرفض بداعي التسلل. كما غتشوفوا في الصوره قبالتكم، ما كاينش اورجو. ما عرفتش الاربيط كي دار شاف هاد لورجو، فهمتيني، شافو الله اعلم. بحكم الجو، ارضيه الميدان، الجيش الملكي صراحه اللي عاناو باش يرجعوا في النتيجه. ماشي مشكل، الماتشات اللي تيتلعبوا في الادغال الافريقيه هما هاد. الماتش الثاني مدوري المجموعات غادي يكون ضد الاهلي المصري، مدينه الرباط، يوم الجمعه ان شاء الله. ماتش اللي غادي يكون صعيب وصعيب وصعيب بزاف. فار خصهم يربحوا، ما كايناش شي نتيجه من غير الفوز. بالخصوص وان الاهلي المصري فاز على شبيبه القبائل ب4-1. لي فار الا فازوا على الاهلي الجمعه الجايه ان شاء الله غادي تكون عندهم حظوظ كبيره للتاهل للدور الثاني. الماتش كونتر الأهلي اللي غيتجرى في ملعب مولاي حسن يوم الجمعة المقبلة على الساعة 8 مساء. وكما كنعرفوا ملعب مولاي حسن اللي ملعب اللي قريب للمدرجات، والماتش غادي يكون صعيب على الأهلي المصري. كنتمنى من لي فار يفوزوا في هذا الماتش بالخصوص. علاش؟ لأن شبيبة القبائل اللي زعما فريق اللي في المتناول. كنتمنوا حظ موفق لفريق الجيش الملكي ان شاء الله باش يتمكنوا من الفوز على الاهلي المصري في المقابله الجايه ان شاء الله. النهضه البركانيه الممثل الثاني ديال المغرب في العصبه الافريقيه لعب مقابله كونتر باور دينامو الزامبي. صراحه بغيت نحل واحد القوس على الجمهور ديال نهضه بركان، يعني عنده فريق كيلعب في العصبه الافريقيه وفريق اللي فاز بالبطوله الوطنيه، ومع ذلك كتشوف التيران بان خاوي. كنتمنى في الماتشات المقبله الجمهور باش يحضر بكثافه، باش يعطي واحد الجماليه في المدرجات. صراحه النهضه البركانيه في ربع ساعه الاولى حسموا المقابله. الماتش يسالب 3-0. النهضه البركانيه اللي كانت مسيطره على جميع اطوار المقابله. في هذه المجموعه طبيعه الحال المرشحين اللي هما النهضه البركانيه وبيراميدز المصري. الماتش الجاي ديال النهضه البركانيه اللي غادي يكون مع ريفيرس يونايتد يوم الجمعه المقبله. ماتش بطبيعة الحال اللي ما غاديش يكون ساهل، تقريبا غادي يكون بحال الماتش ديال الجيش. حنا نقدروا نشوفوا نفس السيناريو اللي وقع للجيش الملكي. كنتمنى حظ اوفر ان شاء الله النهضه البركانيه، ولو يجيبوا غير نقطه من الديار النيجيريه باش تخول لهم باش يلعبوا المقابله الثالثه مع بيراميدز المصري باريحيه. ان شاء الله كنتمنوا التوفيق لجميع الفرق المغربيه. اذا مشاهدينا الكرام بلا ما نطول عليكم، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى تدعمونا باشتراك وبلايك وبشي كومونت. كنتمنى تبقاو على خير. الفيديو الجاي ان شاء الله.